وعملنا ولعبنا وسهرنا ودعسنا الدنيا تحت أقدامنا من أجل هذا المشاهد، من أجل نفوز بهذا المشاهد. أول مشهد يوم القيامة مشهد الحشر. كيف مشهد الحشر؟ يعني أول ما يبعث الناس وين يروحوا؟ وين يروحوا؟ يحشروا إلى أرض المحشر. طيب سألتوا نفوسكم سؤال: كيف سيحشر الناس؟ سألتوا نفوسكم سؤال: كيف سيحشر الناس يوم القيامة؟ إيش رأيكم معنا باصات وطقوب يوم القيامة ومترات نركب فوقها للمحشر للشام؟ لا، ما فيش. طيب كيف سيحشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف، وأنت تختار الصنف الذي تريده من ذا الحين، تدفع التذكرة الآن وتريد أي صنف من الآن، مش يوم القيامة، تختارها الآن. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف. الصنف الأول ركبانا، وهؤلاء يرسل الله عز وجل لهم مثل النجائب، مثل الإبل، أول ما يخرج من القبر وهي باركة عنده يركب عليها ويحشر إلى الله عز وجل كالوفود يوم نحشر المتقين إلى الرحمن إيش؟ وفدا. هؤلاء وفود، نسأل الله أن نكون منهم. والله سماهم متقين. تشتي تركب يوم القيامة؟ كن من المتقين. ورمضان ليش جاء؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ تتقون. من أجل تركب. أنتم ما طيب الصنف الثاني مشاه، مشوا رجل، وحفاة عراه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراه. أشتي تفكروا في هذا المشهد يا أخواني. من منكم مستعد اليوم؟ إحنا في شهر 3، مش في شهر 7، في شهر 3، يجلس من بعد الفجر وهو صايم ما ينام لوقت الظهيرة، وبعدين يخلص الثوب ولا أحد الله يعزكم، ويقول لهم امشي رجل لا صافر، ممنوع تتظلل، ممنوع تشرب، ممنوع تاكل، وما بيجي عصر ومغرب وتتظلل، بيجلس وقت الظهر لا ما تصل صافر. من يبقى يطيق؟ يوم القيامة ستدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى ما يكون إلا ميل، ويمشي سفر لأرض الشام وقاعد صفصفة، لا شجرة ولا حجرة يستظل، وما يصير يزوق ولا يهرب. كل واحد يرسل الله له الملائكة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. شوفوا هذا من عظمة الله عز وجل. هل علمتم في شعب من الشعوب في الأرض إن الجيش يقع مثل الشعب مرتين؟ ما بش. إلا يوم القيامة كل واحد يدي له الله 2، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ولذلك ما تصير تزوق ولا تصير تهرب ويلا وحشر. هل فكرت انك بتسافر من هنا لهناك؟ تشتي تسافر ولا تركب؟ اذا تشتي تركب كن من المتقين. الصنف الثالث قال: على وجوههم صما وبكما وعميا، اسال الله الا نكون منهم. وذكر الله الصنف اخر عمي، قال الله عز وجل: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ايش معنى تنسى؟ ما تلقاش من يقودك، تجلس تخبط. لو حد عمل الآن ويقولوا امشي للفاو، أي حين يصل الفاو وما مش واحد يقوده، مش واصل. هذا مشهد من المشاهد. كيف ستكون؟ المشهد الثاني مشهد حمل لداه والأشياء الذي أخذها في الدنيا. لو أخذت قلم بيجي فوق راسك يوم القيامة وتفتضح ويشوفك الناس كلهم وفوق راسك. لو شليت بيده الله يعز هذه الوجوه تجي وهي مدندله فوقك. شليت آلي، شليت بندق، شليت عيار، شليت طقم، شليت بترول، شليت تغذية، شليت ما شليت، ستأتي تحمله ويعرف الخلق كلهم ان هذا سارق وان هذا سرق وان هذا أخذ مال كذا وكذا. وبعدين ما بش مكان يختبي واحد فيه، جرف ولا شجرة ولا حجرة، قاعد صفصفاء، يشوفوك الناس كلهم وتشوف الناس كلهم. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الذي أخذ جمل يجي جمل مع الصوت حقه، الذي أخذ شاه يأتي بالشاه مع الصوت حقها، كل شيء يجي كأنه في الدنيا. هذا مشهد من المشاهد ما تصير تختبيه، ما تصير تختبيه أبدا. المشهد الذي بعده مشهد العرق، والعرق على قدر الذنوب، مع أن الشمس مسافة واحدة لكن العرق يكون على قدر الذنوب. فمنهم من يأتي عرقه إلى كعبه، ومنهم إلى ساقه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم إلى حقوه، ومنهم من يلجمه على قدر ذنوبه. ولذلك يشوفوا الناس قدر ذنوب كل الخلق يشوفهم قدامهم. ولذلك رمضان فرصة أن تغفر الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن نكون منهم. صلوا على محمد. أزيد ولا بس؟ أزيد مشاهد بتشوفونها ولا؟ طبعا أنتم بتشوفون، بدل ما تفاجئوا بهن أنا أدي لهم لكن ذا الحين شوفون الآن. المشهد الذي بعده مشهد الكسوة. طبعا يحشر والناس حفاة عراه، لكن ما يجلسوا شيء عراه 50,000 سنة، يكسوا. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أول من يكسى إبراهيم. ما دام أول واحد إبراهيم بيبقى واحد ثاني وثالث ورابع وخامس. أنت متى ستكسى؟ هذا سؤال. هل أنت أول واحد في الأسرة؟ هل أنت أول واحد في القبيلة؟ هل أنت أول واحد في المنطقة؟ أم رقم كم؟ تخيل يكسو الذي بحولك ويشوفك أنت مخلوص لأنك تأخرت. الناس تقدموا وأنت أخرت، والناس أجابوا داعي الله وأنت أخرت. وكذلك الكسوة تختلف. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من يأتي كسوته في ترقوة، تخيل خيطانة، ومنهم لا ثديه، ومنهم لا حقوه، ومنهم لا ركبتيه. قال ويأتي عمر بن الخطاب يجره وراءه على قدر الدين. فمتى ستكسى وكيف ستكسى؟ على قدر ما قدمت لهذا الدين. شوفوا يوم القيامة هو يوم عرض، يوم تبلى السرائر، كل شيء مكشوف. هذه بروفات طبعا قبل الجنة والنار، هذا لا كل شيء تعرض، هذا عرض. المشهد الذي بعده مشهد الكتاب، استلام الكتاب إما باليمين ولا بالشمال، ما تستطيع تخفيه، ولذلك كل الناس يشوفوا. فالذي يستلم بيمينه ينادي ها اقرأوا كتابه، يقري الناس كلهم أنا استلمت بيميني. وذي بشماله مخزي خازي أسود الوجه، يشوفوا أنه ماسك بشماله حانب ما يستطيع يخبيه، ماسك قدام الناس كلهم. المشهد الذي بعده مشهد الشرب، الماء ما بش مكان يشربوا منه إلا مكان الحوض حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسافة 50,000 سنة. فمنهم من يأتي متوضأ، يعني كان من الناس الصالحين وكان من الناس المصلين وكان من الناس المجاهدين، لكن فعل فترة بعدها قلب. فيجي يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا من أمتي، يقول الملائكة ما تدري ماذا أحدث بعدك أو لا أحدث بعدك.